ابنك مش كذاب، ابنك اكتسب صفة الكذب كحيلة دفاعية للهروب من التوقعات الوهمية لبعض الأفعال، أو كانت وسيلة نجاة استخدمها معاه في حاجة قبل كده ونجحت. كتير مننا لما بيعرف إن ابنه بيكذب عليه أول حاجة بيعملها هي إنه بيسقط عليه اللوم قبل ما يعرف حتى هو كذب ليه، مع إن في الحقيقة معرفة أسباب المشكلة هو أول خطوة لحلها. والحل إنك تقعد مع ابنك وتسأله ليه بيكذب وإمتى الكذب كان منجالي. ابني معاه حلقة ثقة وأمان بالنسبة له، وشاركه عن مواقف كانت صعبة جدا بس الصدق هو اللي نجاك فيها. عرفوا ان الصدق هيخليه يكتسب ثقة اللي حواليه دايما، وشاركوا بقصص تفاعلية عن اشخاص ممكن يكونوا خسروا جزء كبير واشخاص مهمين في حياتهم لعدم ثقة الناس فيهم لان هم كانوا كذابين. والاهم من كل اللي فات انك انت فعلا تكون صادق معاه وتكون دايما قدوة قدامه. الطفل لما بيشوفك بتتصرف بصدق في المواقف الصعبة هيتعلم ان الصدق هو الحل الافضل مهما كانت النتائج. فالصدق بيتبني خطوة بخطوة. لما تفهم اسباب الكذب وتعالجه بذكاء هتساعد ابنك يكون صادق في كل تعاملاته. وتابعني عشان الكلام ده مهم.